السلام عليكم. طبعا انا بقالي سنه، انا عارف ان انا مقصر في الفيديوهات في القناه هنا، قناه هوم ديكور، وهو ما كانش مقصود بس انا كنت بمر بفتره تعب شويه، والحمد لله خفيت بقيت زي الفل. وبفضل دعواتكم لان انا رفعت كذا بوست وفي ناس كتير كلمتني وانا كنت ساكت مش عاوز اتكلم في الموضوع، فانا طالع برضو اكلم الناس واقول لهم واعرفهم ان فتره تقصيري الفتره اللي فاتت ديت من صناعه الفيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. وانا طبعا كنت مدي القناه لناس حبايبي وناس صحابي يرفعوا عليها فيديوهات، بس طبعا ما حدش كان بيرفع فيديو زي ما انا ما كنت بعمل وكنت بقدم محتوى ليكم. فبعتذر عن وان شاء الله هيكون الفتره اللي جايه ديت انا هنزل فيديوهات كتير كويسه ان شاء الله وافكار حلوه. فهو سبب ان انا يعني قعدت سنه، بقالي سنه انا كنت مريض شويه وتعبان شويه، وكنت قافل على نفسي الفتره اللي فاتت ديت، وكنت بس اروح شغلي واجي انام اكل بس وخلاص، ما بعملش حاجه خالص. ومؤخرا كمان صفحه الفيسبوك، انا عندي صفحه على الفيسبوك اسمها صلاح بوب تي في، انا هنزل اللينك بتاعها هنا في صندوق الوصف تحت الفيديو على طول. اسمها صلاح بوب تي في، فيها 45,000 شخص، بقدم محتوى برضه الحمد لله كويس جدا، وبدي سلسله كده دفعه للامام وتحسين من شخصيه الانسان وتحسين من الظروف اللي احنا فيها، وافكار برضه على قدي بحاول ان انا افيد الناس بحاجه حتى لو حاجه بسيطه جدا. اتمنى ان انتم تشرفوني فيها، وطبعا اللي عندي قناه برضه اسمها صلاح بوب تي في برضه بقدم فيها نفس المحتوى، اتمنى ان انتم تشرفوني فيها. قناه هوم ديكور انا بقالي فيها 4 سنين واكتسبت الحمد لله منها، مش هقول لا، وطورت من نفسي وظبطت المعدات بتاعي وكل حاجه، ده كان بفضل الناس، وطبعا كان في ناس عندي على الانتساب كنت بقدم بيه محتوى، وبعدين حبيت ان اخلي المحتوى بتاعي بابليك. فانا عارف ان انا مقصر الفتره اللي فاتت، والقناه واقعه جدا 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 تخلي الواحد اصلا ما فيش نفس انه يقدم حاجه فيها، بس انا ما بحبش اليأس وهفضل مستمر فيها لان دي مهنتي وبحبها جدا. وطبعا انا اتكلمت في الموضوع ده كتير، بحاول ان انا اطور من نفسي حتى اللغات اللي انا بتكلمها ده حاجات شخصيه، وبحاول ان انا اطور من نفسي، وشايف ان انا مش لازم ان انا اكون كده، ما بحبش الفورم التقليديه او اعيش في الفورم التقليديه، بحب ان انا اغير من نفسي واقدم شيء مختلف، شيء يكون يعني الى حد ما جديد. بعتذر تاني مره لان انا قبل كده وعدت الناس من سنه، وانا اللي حصل ان انا ما رضيتش اطلع اتكلم فيه، بتقول لي هو انت فين؟ انت ما بتظهرش عقلينا ليه تاني؟ فيديوهاتك بقت وحشه، فيديوهاتك بقت مش عارف ايه. ده لان انا اديت القناه للناس، ما بعتهاش، انا مش هبيع القناه اصلا، انا اديتها لناس حبايبي يعني، بحيث هم يقدروا يقدموا فيها محتوى ويكون بس محتوى مستمر فيها. هم ما قدموش المحتوى اللي كان في خيالي انا، دمروا الدنيا طبعا. طبعا انا كنت بصور انا ساعات فيديوهات واديها لهم، يعني اصور فيديوهات واديها لهم هم يعملوا مونتاج وايديت، طبعا خربوا الدنيا وجالي حقوق لحاجات مش عارف ايه. طبعا ظبطت انا كل ده وغيرت اسم القناه شويه، كتبتها هوم ديكور المنزل، تمام كده، وهغير اسمها تاني، يعني هيكون هوم ديكور حاجه تاني ان شاء الله قريب جدا. بس انا بتمنى ان الناس تشترك في القناه، انا رجعت ليكم تاني في القناه، وهبدا ان انا انزل لكم محتوى ان شاء الله، وهنبدا من بكره او بعد بكره باذن الله. بس كان في شويه حقوق وشويه حاجات كده في القناه انا بظبطها علشان اقدر انزل فيديوهات، عشان نبقى ماشيين مع بعض مظبوطين. وكنت مشتري موسيقى برضو وحاجه زي كده، فبعتذر ليكم على التاخير. و انا كنت مريض شويه وكنت تعبان شويه، مش قادر ان انا اعمل اي حاجه، بروح الشغل واجي واكل وانام بس ما بعملش حاجه تاني. بصور فيديوهات ساعات في شغلي وبديها للناس، يعني بدي الفيديوهات دي للاشخاص دي، هم بيعملوا ايديت ومونتاج ليها ويبداوا يرفعوا الفيديو ويحطوا رقم التليفون بتاعه والكلام ده كله. وطبعا الناس عشان في كومنتات كتير برضه اللي لقيتها هم مش راضيين على الناس ديت، رقم التليفون بتاعي موجود تحت، حاسين وهنا برضه في اول تعليق، اي حد عاوز اي حاجه يقدر يكلمني او يكلمني على الواتساب برضه. وبعتذر لكم للمره مليون، واتمنى ان الناس تشترك في القناه، يعني اشترك فيها وانتظر بقى اللي جاي مني، اللي جاي دوت ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. وتكتبوا لي تعليق، يا ريت تكتبوا لي تعليق وتكتبوا لي دعوه حلوه، علشان انا عاوز اعرف الناس اللي بتشاهد القناه ديت والناس اللي النشطه معايا في القناه ديت، عايز اعرفهم ضروري جدا، لان انا كمان
يظهر مع الناس كتير، وهيكون في حاجات كتير حلوه قوي الفتره اللي جايه ديت، وهنبتدي سلسله تعليم، وهنبتدي فيديوهات حلوه قوي ان شاء الله الفتره اللي جايه ديت. وانا والله ما بحبش انا اقفل قناه لحد، عشان في ناس كلمتني وقالت لي حرام عليك انت ليه قفلت القناه بتاعتي. انا عمري ما قفلت قناه لحد، لان في ناس بتسرق المحتوى بتاعي وتنزله في مكان تاني وبيجيب مشاهدات. يعني انا عندي مش جايب مشاهدات، هما بيسرقوه وبيجيب عندهم مشاهدات. فاتمنى ان انتوا اتمنى ان الناس في قناه هوم ديكور يا ريت تشتركوا في القناه، ويعني تتفاعلوا معايا شويه، علشان القناه دي نجحت بكم انتم، وانا قدمت محتوى وتعبت وطلع عيني في تصوير فيديوهات علشانكم انتم والله. يعني ما كسبتش، انا اكتسبت بالقناه دي بس ما كسبتش ملايين. فبس ادعموني الفتره اللي جايه ديت علشان القناه يعني تترفع تاني. مش هيحصل اي حاجه، انت شفت دقيقه دقيقتين ثلاثه من الفيديو وتقرر هل الفيديو ده كويس او مش كويس، وتقدر ان انت تنصحني في الفيديو ده اعمل ايه، هل التصوير وحش، هل اللي مش عاجبك واللي عاجبك قوله في الفيديو. وانا كنت تعبان شويه، ده اللي خلاني ان انا متكاسل عن القناه دي خالص، وده السبب اللي خلى القناه وقعت. انا بشكركم جدا، ويا ريت كل الناس يا ريت الداعمين لقناه هوم ديكور تتفاعل بكتاب التعليق هنا في الفيديو ده بالله عليكم، وتدعي لي دعوه حلوه، وانتظروني ان شاء الله قريب. سلام.